الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنعمل فرخه مشويه في الفرن، ان شاء الله هتعجبكم بطريقه سهله وتتبيله جميله هتعجبكم. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا فرخه كيلو ونص وهوريكم تبلناها بايه. معانا طماطمايه هنبشرها وبصلايه هنبشرها وبصل قوارمه هنحطها معاها وهي بتتشوي وليمونه وملح وفلفل وزعتر وبابريكا وتوم بودر وبصل بودر وبهارات فراخ. بشرنا الطماطمايه والبصلايه، بصلايه تكون كبيره وهنحط البهارات عليها، وهنحط معلقتين خل كبار والملح حسب الرغبه، وهنعصر عليها ليمونه، وهنقلب الخليط اللي هنتبل بيه الفراخ ونسيبه 10 دقايق مع بعض. وبعد ما تبلنا الفرخه حطيناها في التلاجة ليله كامله، اقل حاجه تتبل فيها الفرخه ساعتين عشان تشرب من التتبيله، او هنكون مفتحينها من كل حته عشان تبقى طريه وتبقى جوسي. هنشيل التتبيله من على الفرخه، البصل والطماطم، عشان نحطها تتشوي في الصينيه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا فاتحين الفرخه من عند الصدر للاخر، من هنا ومن هنا، عشان التتبيله تخش جواها وتبقى الانسجه بتاعتها طريه وما تبقاش ناشفه. وهندهن الفرخه معانا معلقه صلصه ونص معلقه فلفل اسود ومعلقه عسل نحل ومعلقه زيت، وهندهن بيها الفرخه. وبعد ما دهنا الفرخه هنحط معاها بصلتين قوارمه ونحطها تتشوي في الفرن. لما طلعنا الفرخه من الفرن هنحط لها فحمه عشان تبقى بطعم الشوي ونغطيها. وادي الفرخه خلصت وقدمناها مع سلطه بلدي، وبالهنا والشفا.